حبايبي الحلوين، وحشتوني حبايب ماما تونا. جبت لكم النهارده حكايه جديده، حكايه توتو والمذاكره. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة ولد عسول اسمه توتو. كان ولد عسول وبيروح المدرسة، لكن كان بيعمل حاجات غلط. كان يجي من المدرسة يرمي كتبه ويرمي حاجاته ويرمي لبسه ويرمي كل حاجة على الأرض في الصالة وعلى الكنبة وعلى الكرسي، ويلبس البيجامة بتاعته ويروح جري يتفرج على الكرتون ويلعب، وبعد كده يلعب في اللعب بتاعته. وبعدين ما كانش يحب يذاكر خالص، يروح المدرسة وخلاص. وفي يوم من الأيام ماما بتندهله وبتقول له: يا توتو يا توتو. نعم يا ماما. يلا يا توتو عشان نذاكر يا توتو، هات كتبك يلا وتعال. لا يا ماما، لا يا ماما، ما بحبش المذاكرة، ما بحبش المذاكرة يا ماما. أنا عايزة أروح المدرسة بس وأجي أتفرج على الكرتون وألعب. قالت له: طيب يا توتو، أنا هسيبك تتفرج شوية على الكرتون لغاية ما أخلص الغدا. وفعلا ماما دخلت المطبخ عشان تخلص الغدا وتجهزه. وبعدين بعد ما خلصت الغدا وجهزته، راحت تنده لتوتو وتقول له: يا توتو يا توتو. نعم يا ماما. يلا يا توتو بقى عشان نذاكر، انا جبت المذاكره اهي وجبت الكتب والكراسات على الترابيزه، يلا عشان نقعد نذاكر. لا يا ماما، مش عايزه اذاكر، ما بحبش المذاكره. ما ينفعش يا توتو، ما ينفعش، لازم تذاكر عشان تبقى شاطر، عشان تبقى دكتور زي ما انت نفسك. انا عايزه ابقى دكتور بس ما بحبش المذاكره. ما ينفعش يا توتو، لازم تذاكر، يعني لازم تذاكر. لا يا ماما، لا يا ماما. يا توتو وانت كل حاجه عايزني ازعق؟ ما ينفعش كده يا توتو. يا ماما. وقعد يا توتو يعيط يعيط يعيط، وبعدين دخل اوضته وقعد ينده على مامته: يا ماما يا ماما يا ماما. في ايه يا توتو؟ بطني بتوجعني يا ماما، بطني بتوجعني مش عارف ليه. هو انت كل ما اجي اقول لك يلا نذاكر يا توتو، مره تقول لي بطني بتوجعني، مره تقول لي عينيا بتوجعني، مره تقعد تبص للسقف، مره تقعد سرحان وما تركزش معايا؟ ما ينفعش كده يا توتو. وكمان بتيجي من المدرسه ترمي هدومك في الارض وترمي الكتب وترمي الشنطه وتبهدل الصاله بعد انا ما روقتها. وده ينفع يا توتو؟ ومش لازم تيجي من المدرسه تشيل ادواتك وتشيل هدومك وتعلقها وتبقى ولد شاطر كده وتخلص واجباتك؟ ايه يا ماما، لا يا ماما. طب خلاص اقعد شويه يا توتو وكمان شويه هندهلك. قامت ماما بينها وبين نفسها قالت: انا هسيبه شويه واشوفه هيعمل ايه. سابته ماما شويه وبعدين دخلت عشان تسأل عليه: توتو يا توتو. نعم يا ماما. عامل ايه دلوقتي؟ بطنك عامله ايه؟ بطني ارتاحت يا ماما، بقت حلوه خالص مش بتوجعني. الله، هي مش كانت بتوجعك؟ ليه يا ماما خفت؟ بقى انت بتمثل عليا وبتكذب عليا وتقولي ان بطني بتوجعني عشان ما تذاكرش، وهي اصلا ما كانتش بتوجعك. لا يا ماما، هي اللي خفت لوحدها. طب يلا يا توتو عشان نذاكر. لا يا ماما مش عايزه اذاكر، لا مش عايزه اذاكر. وفضل برضه يعيط يعيط يعيط. قامت ماما تفكر بينها وبين نفسها: طب وبعدين الموضوع ده عايزه له حل، ما انا مش هسيبه من غير مذاكره، لازم يتعلم ويذاكر. اعمل ايه اعمل ايه؟ فضلت في حيره وتفكر وتفكر. وبعدين نادت على توتو: يا توتو يا توتو. نعم يا ماما. تعال عايزه اقول لك حاجه. ايوه يا ماما. انا يا توتو عايزه اتفق معاك اتفاق، انا وانت يا توتو هنعمله وهيعجبك قوي. الله باذن الله الحكايه الجايه هنعرف هو ايه الاتفاق اللي ماما هتتفقوا مع توتو. والحلوين بقى اللي عايزين يعرفوا الاتفاق ايه، يلا بسرعه بسرعه يعملوا لايك، وعلى طول على طول يعملوا اشتراك ويفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يجيلهم الحكايه الجايه وتعرفهم اللي توتو اتفق مع ماما عليه. وقابلكم الحكايه الجايه مع ماما تونا.